حمدان آخر هدف في 2020-21 لكن تركها إلى كوندي وحده. يا سلام يا سلام، كوندي يسجل الفرسان، كوندي يضع دبل حصن. أصحاب الأرض يتقدمون الآن. بئر كوندي ثاني أهدافه بتسديدة قوية من هذا الكاميروني، سكنت الشباك. 1-0 لدبل حصن. الفرسان يرسلون العيدية الأولى، الفرحة الأولى، الابتسامة الأولى. التسديدة التي غالطت حارس المرمى سكنت الشباك، أرادت دبل حصن. نادي دبل حصن تمريرة في الأمام، محاولة وصلت هذه، يا عيني يا سلام يا سلام. ثنائية فريق دبل حصن ما قل ودل، ما قل وصل، هكذا هو شعارهم، ما قل وصل إلى الفرحة، إلى شباك نادي العين. هدف ثاني يسجل لدباب، والعيدية تدبلت، العيدية تدبلت الآن. دبل حصن يتقدم بهدف آخر. فرسان دباب أصحاب الأرض اللي عازمين على الانتصار، عازمين على الفرحة. هيثم جويني لعب لكرة إلى جواو فيتور، عريس اللقاء في شوط المباراة الأول. مصدر العيدية الليلة، هذا هو مصدر العيدية الليلة. جواو فيتور اللي لعب كرة في شباك نادي العين بعد أسيست جميل من هيثم جويني. محطة رائعة يا هيثم. التونسي نقلها إلى البرازيلي يحاول فيها كاكو، مضغوط عليه كاكو، يضطر انه يمرر بهذه الشكل او بهذه الطريقه، والكره سكنت الشباك، الكره سكنت الشباك. هدف التقليص ياتي عن طريق اللاعب سفيان رحيمي، من يسجل 9 أهدافه، من يعيد الامل مره اخرى لنادي العين. هذه تمريره كانت من كاكو رائعه الى إيريك اللي لعبها بهذه الكيفيه الى سفيان القناص. سفيان يعرف الطريق، سجل هدف ربما يعيد نادي العين إلى الطريق الصحيح. هدف التقليص يأتي، تمريرة رائعة كانت من كاكو إلى إيريك إلى سفيان بنفس الكيفية. يسجلون في هذه المباراة وفي هذا اللقاء هدف جميل أيضا في تفاهم ما بين سفيان وكاكو وإيريك، وإنهاء جميل من سفيان. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كنا منقول الآن محاولة ملعوبة عرضية خطيرة، التعادل، نعم التعادل، فعلها لاباب، والزعيم يعود مرة أخرى، الزعيم يعود مرة أخرى يا نيانغ. هذا الزعيم اللي يعرف كيف يعود وهو يلعب ناقص العدد. في أحيان كثيرة النقص يولد قوة، والزعيم يعود ب10 لاعبين، 17 هدف. هذا الهداف الكبير من اعتاد على أن ينثر الورد دائما لابا هو من نثر الورود لجماهير. عادت مرة أخرى إلى ندور، 3 على 3 ندور إلى بئر كوندي. يا عيني يا بئر كوندي، النجم الأول في هذه الليلة، بئر كوندي يرفض التعادل، بل يبحث عن الانتصار التاريخي، يا العبدولي. بئر كوندي رجل دبل حصن الأول، بئر كوندي والثنائية التاريخية. الفرسان يتقدمون مرة أخرى في لحظات مثيرة وفي دقائق فيها انفلات من جانب الفريقين، فيها فرص عديدة وفيها مساحات كثيرة، بئر كوندي يستغل إحداها ويسجل هدف ثالث. 3 لقاءات سابقة فقط سجلوا هدف.